السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مهدي معكم كيرحب بكم كيقول لكم السلام عليكم. لا. اليوم غنهضروا موضوع جديد، قصة جديدة. المرة اللي فاتت كنا هضرنا على واحد الآية قرآنية وحاولنا نشرحها بالشرح البسيط داكشي اللي قدرنا عليه سيدي ربي. دابا غنهضروا على واحد الحاجة خايبة، سمحوا لي، ولكن طبعا ما كاينش منا اللي ما تعرضش لهاد الحاجة. واسمحوا لينا غادي نفكركم بواحد القضيه ولا تصبروا معانا. دابا نعطيكم ما غيهم الماتش ديال السينغال مع المغرب. ترددت وقلت ما غندويش على الكره، ما غندويش على هادشي، ما كيهمنيش. انا اللي غندوي عليه غندوي على شنو الحاجه اللي خلات المغاربه يتقلقوا. الشمته ديما كنتشمتوا بنين، جنوب افريقيا، شكون هذيك، مصر، وانت غادي تونس. لا، ما غندويش على هادشي، وانما غندوي على حاجه اخرى. واشنا هي؟ وهي الخيانه. هي الموضوع ديالنا، لان المغاربه تعرضوا للخيانه. عرفتي، يكون شي منتخب اخر، مصر او الجزائر، ولا دار داك التصرف واحد ما كانت منتظره. مني كتجيك مع شي واحد ما انتظروش. هذه هي الصحيح. نعطيو بعض الديتاي بعدا. هذه مقدمه تستغلوها، ونعطيو بعض لي ديتاي. مرحبا. الا بغينا نقولوا العدد الإجمالي ديال المقيمين الأجانب سنة 2024 48,152 شخص في المغرب. السنغاليين أكبر مجموعة من المقيمين الأجانب بنسبة 18.4 من هذا العدد. يعني إلا حسبنا العدد تقريبي نقدروا نقولوا باللي 27,250 بشكل قانوني. هادو الناس بشكل قانوني، هذه حسب المصادر، هذه هيسبريس الأرقام ديالها. ولكن الا جبنا نحسبوا الناس اللي ماما وهذوك اللي كيطلبوا في السوق وداك الشيء، راه نوصلوا لواحد 27,000. باش شكون غنوصلوا ل 27,000. وهذاك الشيء داك الفينال ديال السينغال، راه جينا نشوفوه نحللوه، راه غنجبدوا منه لا مشاكل. راه انا اليوم غنهضر على الخيانه، وفي حوايج اخرى ماشي غير الخيانه، في الخيانه وفي الدنيا. يعني ديما المغربي كيحس بالنقص قدام العقدة الاجنبي، وفيه النيه الزايده، وفيه فيه بزاف د الامور صاحبي. ديك الاعلام ضعيف، بزاف ديال الامور. انا الهدف ديالي دابا غنركز على الخيانه. السلام عليكم. يعني حنا تعرضنا للخيانه. لا، حنا كانوا اي افريقي غتشوفو غيقول لك سينيغالي. تلقى كوت ديفوار نقولوا لي سينيغالي. علاش؟ حيت عندنا واحد الاحترام السينيغاليين، كنحترموهم وعندنا واحد الاحترام السينيغال عندهم واحد المكانه مزيانه في المجتمع المغربي. كنقبلوه بسهوله حيت هو مسلم بحالنا بحالو. كاين خارطو حتى هما، ما نكذبوش على تينخرطوا في المجتمع بسهوله كذاك. علاقتنا مزيانه. كاين المغاربه كيمشيو لدكار، السينيغال كيجيو للرباط. يعني علاقه مزيانه. يعني ما مثل الملك محمد السادس حتى هو عنده، راه لخص وعطى الجواب وجاوب وقال لك اودي حنا علاقتنا بالسنغال علاقه طيبه. ولكن حنا ما قلناش العكس، ولكن كيبقى داك التصرف اللي داروا في لا فينال ديال الكوب دافريك كان تصرف خيانه. خانوا الثقه ديال المغاربه. حنا كنا متوقعنا يكون احسن نهائي، يكون واحد الروح رياضيه اخوت بيناتهم، كون ربحت السنغال عادي داكشي، حتى واحد ما غيتقلق. انا منهم وثقوا بيه. المهم نرجعوا نهضروا شويه على هذه القضيه ديال الخيانه، ونمشيو لواحد القصه وتصانت لي مزيان. قال لك سيدي، روما القديمه كان واحد القائد سميتو يوليوس قيصر. يعني الا سمعتي قيصر هو اللي كيحكم روما. فرعون ها مصر، فرعون مصر، قيصر روما.
سلاطين لروما وقيصر لقيصر. كيقولوا بزاف المعلقين باش يبان راني عميق في التعليق وكذا، زعما راه شي حاجه اللي كانت ديجا كاينه، راه روما اللي دارتها من الامجاد، وكاين شي حاجه اللي الشاهد داك قيصر ودارها. لا الفهم ديالي كنسمع بزاف تيقولوا. وكاين شكون ثاني، كاينه امور وحده اخرى كاينه. هاد القضيه اللي كنا كنهضروا على اش كيتسمى داك الملك ديال ديك البلاصه، وقيصر هو كيكون حاكم ديال روما كنسموه قيصر. في القران كتسمع فرعون، راه فرعون ماشي سميه، وانما اي واحد تيحكم مصر كتسمى فرعون، فرعون، فرعون. هما كانوا كيتسموا الفراعنه نسبه الى القائد ديالهم. ياك سيدي مرحبا. الا كان واحد القائد سميتو يوليوس قيصر، كان قوي بزاف وحاكم الكربه والازون في روما. واحد النهار مهم حاكم الكربه والازون في روما، وهو كان اللي قالها لا لا كذا كذا، كان حاكم الكربه والازون ما بغى فهمتي، بغاو يتامروا عليه من الاخر، ما عرفش بغا يتامروا عليه وبغاو يقتلوه. تجمعوا عليه الشيوخ ديال روما كاملين وطعنوه. غتقول لي وكيفاش؟ يجيبوا واحد منهم ويقولوا لي هاك الموس يلا غيز السلام عليكم. لا لا صعيب الحال، نرجعكم شويه اللور القدام، زيدكم شويه القدام. حيت قيصر قدم من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهار كانوا بغا يقتلوه، سورة ياسين، ها وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، جعلنا اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. يعني جاو لهذيك دار الارقم بن الارقم، بقيت عاقل، واجتمعوا المشركين لعنهم الله، وجمعوا بغاو يقتلوا الرسول. فباش اش قالوا غنهزوا واحد الجنويه وغنطعنوه، كل منا يضربوا ضربه او لا هزوا جنويه علاش؟ قال لك حيت اش راه قال لك جئتوا لاتمم مكارم الاخلاق، حيت مكارم الاخلاق كانوا ديجا، كان الاخلاق عندهم بحال المرأة الحرة. ما يمكنش المرأة الحرة دير شي تصرف خايب ولا تزني ولا كتزني، غير المرأة العبدة ولا الأمة. هذا هو المصطلح الصائب. ما يمكنش انا ويجي عندي الضيف وما نكرموش وما، يعني كان واحد الاخلاق مكارم، كان واحد الاخلاق ديجا كاينين، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كملهم. يعني باش تعرفوا العرب راه كانوا شي حاجه، كانت واحد لاباز، ماشي زعما كانوا مكملين. يعني قالوا احنا غنقتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام، خصنا كاملين نتشاركوا باش ما نتلطخوش بالدم ديالو، تبقى علينا عار، حيت هو منهم الرسول من بني هاشم، وانتم قتلتوا ولدكم والدم ديالنا، يعني كل واحد يقتلوا والدم ديالهم بحال غيقسموه، كنا قتلناه باش شي واحد ما يبقى عليه ديك اللومه، حتى واحد ما باغي يهز المسؤوليه بوحدو. هكاك دوكشي قلت وروما وطعنوه، يعني بزاف، كل واحد هز جنوي او له السيف واش داكشي وبغاو يطعنوه. قال لك في وسط داك الناس كان واحد القيصر كان كيتيق فيه بزاف وكيعتبره بحال ولده، وسميتو بروتوس. منين شافوا قيصر حتى هو مشارك في الغدر قال جماش هي القصه، قال اتو بروت، يعني حتى انت يا بروتوس. ما عرفتش واش قريتها مزيانه. ومن بعد مات. يعني فيما كان هذه الجمله كنستعملها حتى انت يا بروتوس، يعني كتكون شي واحد الخيانه، كتعرض للخيانه. حتى انت يا بروتوس كان خصو يقول المغرب السينيغال، حتى انت يعني كلهم خرجوا. المصريين قال لك عندنا الدبان مع الناموس، الجزائر خلاص خطعوا الفلوس والله شنو داروا. هادوك كله خرج كيقول وكيشرتش في المغرب كما بغى. ايوا السيري قال لك الفقيه اللي تسناو بركته دخل الجامع بالخشوكيه هذه اللي كنقولوا حنا. المهم حنا نفصلوا في هذا الامر. هو اش كيقول لك انهم كاملين طعنوه، وهو كان قوي البنيه وصحيح، كيجي طعنو الطعنه الاولى ما كتاثرش فيه، الطعنه الثانيه ما كتاثرش فيه، الثالثه ولكن وسيد واقف، تخيل ما كيطعنوه كاملين حتى هو واقف وهدر، قال حتى انت يا بروتوس طاح. ديك الساعه طاح. علاش؟ وفي نظركم واش
الخنجر، ضربة الخنجر اللي مؤلمة، أنا هذا سؤال فلسفي، واش ضربة الخنجر اللي مؤلمة أم هو ديك الغدرة اللي مؤلمة في نظركم؟ هنا كنجيو لواحد الصيغة فلسفية كنقولوا بأن الألم النفسي أشد بكثير، أو لا نقدروا بنفس الشدة ديال الألم، ولا ما عرفتش، ولكن بناء نخليو لكم نتوما جاوبوا على هذا السؤال. الألم النفسي أشد بكثير، هنا كنشرح لك أن الألم النفسي وداك الألم الغدر طيحوا طاح، ما كانش يطيح، وسهل عليهم أن الآخرين يخشوا فيه المواس ويموت. يعني هذه حتى أنت يا بروتوس، يعني وشحال من واحد اللي كنا درنا خونا وكان ياكل معانا وداخل خارج وعطيناه فلوسنا ولبس حوايجنا كلا معانا وخرجوا اونصوم، شحال من وحده كانت صاحبتك وصاحبتي جات عندي ومشات عندي، وشحال من وحده، وفي الاخر حتى انت يا بروتوس.